شوربة، أحلى شوربة كوارع، لأحلى فتة ورز بالكوارع. ناخد السمنة نحطها، بس بحطه قدامكم. نغرف الرز على الفتة. الرز عليه رشة فلفل اسود ما شاء الله. احلى توم بقى. حب يكتر التوم بقى عشان يخلي التوم يكتر. على فكرة التوم ده عليه زيت زيتون حافظاه، يعني حفظ من السنة للسنة كده في الفريزر. طلعه هو مجمد. حطينا بقى معلقتين السمنة البلدي. نحط كمان رشة الكزبرة الناشفة. الله الله. ورشة ملح. نركزكم شوربتنا الجميلة بتاعت الكوارع. وهنا الكرش وصينية الكوارع اللي بتبقبق تحت دي، يا ما شاء الله. تعملوها بالطريقة دي مش هتلزق كده وانتوا بتاكلوها. احلى ما تعملوها وهي مسلوقة. بعد ما بسلقها واديها صدمتها كده في المستكة والحبهان وورق اللورا والزعتر، بنزل عليها بالمية السخنة، وبعدين تاخد غلوتين 3 كده، واروح دلقاها واروح عاملاها من اول وجديد تاني عشان نشرب منها احلى شوربة واحلى مرقة الكوارع اللي بتفيد الجسم. كده شوفوا انا سايباها عاملة ازاي. وهنا بقلب احلى طبق فتة اهو كده. الريحة طالعة ايه ما شاء الله عليا. عشان انا عارفة ان المعلقة بتجرح التيفال، فلازم بنسى اطلعها بصراحة كده. احضر الخل. يا ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
كده. والشوربة بقى نغلقنا هنطفيها. دي بتاعت الكوارع يا جماعة، مفيدة. لو سبتوها يوم في التلاجة هتلاقوا الكولاجين الطبيعي بتاعها. وهنا الكوارع زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ولا حول، مش هعرف طبعا، لازم اطلعها كده. بسم الله بسم الله بسم الله. وكده يا ما شاء الله فتتنا حلويات الجمال كله ما شاء الله. لو عجبكم الفيديو شيروه، قلب حلو زي قلبكم يوصل لكم منه كل جديد. مع سحر وصفات ماما. الكوارع في الصينية بعد السلق ما شاء الله عليها. السلام عليكم، يا رب تكونوا انبسطتوا. احلى صينية كوارع. شوفوا الطعم وشوفوا الريحة وشوفوا الجمال ما شاء الله ما شاء الله. ولا حول ولا قوة الا بالله.